عيد الفطر قرب، كل عام وانتم بألف خير. العيد له عادات كتير حلوة ومعانيها كتير مهمة، ومن هيدي العادات تياب العيد. أول شي بدي أقوله وهيدا أهم شي، إنه نحن مش ضروري أبداً إذا مش قادرانين نشتري أوتفيت كامل للعيد. فينا نلبس من تيابنا الموجودين عنا بس ننسقهم بطريقة مختلفة، وفينا كمان ناخد قطعة من تيابنا الموجودين عنا ونشتري قطعة جديدة نلبقها عليها وننسقهم بطريقة جديدة، وهيك منكون لبسنا تياب العيد. عيد الفطر هالسنة جاية بالربيع، يعني الدنيا ربيع والجو بديع، قفلي على كل المواضيع. شو بدنا نلبس بالعيد؟ تعالوا معي لخبركم. لما بقلكن ربيع شو أول شي بيخطر عبالكن؟ أنا شخصياً بيخطر عبالي الورد، وأنا كتير بحب الورد، وعندي إلكن خبرية. نقشة الورد دارجة كتير لربيع وصيف 2024، وانشافت كتير بعروض الأزياء العالمية. كان في قطع كتيرة بنقشات الورود، وقطع عليها أبليكات من الورد، وكمان بروشات من الورد. للعيد فينا نلبس طلة كاملة بنقشة الورد أو فستان مثلا، أو فينا نلبس بنطلون أو تنورة بنقشة الورد ونلبس عليهم توب بيزك، فيها تكون بلون محايد وفيها تكون بلون من الألوان الموجودة بنقشة البوتمز. فينا كمان لنخلي اللوك أحلى نحط على هيدي التوب أبليك على شكل وردي يكون كمان من نفس الألوان الموجودة بالنقشة. فينا كمان نعكسهم، يعني نلبس التوب بلوزة أو قميص عليهم ورد ونلبس عليهم بنطلون أو تنورة سادة، يعني مهم ندخل الورد بهيدا اللوك. إذا نحن ما بنحب نلبس نقشة الورد بتيابنا شو بنعمل؟ بسيطة، نلبس مثلا فستان بلون واحد ونلبس عليه حزام بنقشة الورود، وهيك ما بيكون فاتنا الترند أبدا. شو كمان فينا نلبس للعيد؟ فينا نلبس هيدول التقومة اللي هن بيجي بنطلون واسع وجاكيت طويلة داستر كارديجن. هيدول التقومة كتير حلوين وكتير مريحين، بيوفروا علينا انه نقعد نلبق البنطلون على التنورة على البلوزة، بيجوا طقم كامل. في منهم كتير اشكال، في منهم بيكون الجاكيت والبنطلون من نفس النقشة، وممكن كمان يكونوا البنطلون والجاكيت من نقشتين متعاكسين مختلفين بس بنفس درجة الألوان، من نفس سري الألوان. فيهم يكونوا اثنيناتهم بلون واحد. فينا كمان نلبس البنطلون بنقشة والبلوزة والجاكيت سادة أو العكس. حلوين كتير ومريحين كتير، وفينا ننقي أي شي بناسب ستايلنا وشكل جسمنا. من الطلات اللي كتير دارجة لربيع صيف 2024 هي الطلات الكاملة باللون الأبيض. اللون الأبيض لون حلو ونظيف وهادي ومناسب كتير لطلات العيد. فينا نلبس فستان باللون الأبيض أو توب وبوتمز كمان من نفس اللون بالأبيض. بما أنه عم نلبس لون واحد فينا نلعب بالقماشات والخامات، ونلبس مثلا قماشة عليها أبليكات أو دانتيل أو جيبور ويكونوا كلهم باللون الأبيض. هلأ إذا حبينا نزينه للون ونكسره شوي، نكسر الأبيض الكامل بلون، فينا نعمله بالأكسسوارات، بالشنطة أو بالحذاء أو بفولار أو بحزام. أنا اخترت طلة قريبة من اللون الأبيض بس اخترتها باللون البيج لأنه بيلبق أكتر على لون بشرتي. ولبست ترند تاني، هيدا الطقم فيه ترند تاني دارج كتير لهيدا السنة، هو القماش السيترو، ونشاف كتير بعروض الأزياء العالمية. آخر شي رح أحكي عنه هو ترند كان موجود بالشتوية وبعده مكمل معنا وبيلبق كتير للعيد، وهو الميتاليك. ألوان الميتاليك بعدها دارجة وفينا نعتمدها للعيد بطلة مش كاملة طبعا. مثلا فينا ننقي تنورة ميتاليك أو مطبعة بالميتاليك ذهبي أو فضي وننقي عليها توب بلون محايد أو العكس. هيدول كمان طلات كتير حلوين وكتير مناسبين للعيد. هيدول كانوا أفكار لتياب العيد، بس أهم شي شو ما كنا لابسين إننا ننبسط بالعيد ونهتم بمعانيه. وكل عام وانتم بألف خير. إذا عندكم أي سؤال اكتبوا لي بالكومنتس.